السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لما مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه سولايد اكسبلور فايلد مانجر. التطبيق ده مساحته 17 ميجا، محمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بإدارة الملفات على الموبايل بتاعك. يعني لو انت عندك ملفات على الموبايل بتاعك، حابب ان انت تديرها، حابب ان انت تنقلها، حابب ان انت تعملها اعادة تسمية، حابب ان انت تخفيها، حابب ان انت تعمل لها باسورد ان محدش يقدر يدخل عليها ولا يعرف اللي فيها. فالتطبيق ده هينفعك وهيفيدك. كمان التطبيق ده بتقدر من خلاله ان انت تفتح جميع الملفات بجميع الصيغ المختلفة، سواء بقى صور، سواء فيديوهات، سواء اغاني، سواء تطبيقات، سواء اي حاجة مبعوتة لك او انت محملها من على الانترنت وحابب ان انت تفتحها ونازلة من على الانترنت او مبعوتة لك من شخص معين بصيغة معينة. فالتطبيق ده بيقدر ان هو يساعدك ان هو يقدر يفتح لك كل الملفات دي، كل انواع الملفات زي ما قلنا، الاغاني، الافلام، الصور، الفيديوهات، كل حاجه. ده كده الغرض من التطبيق وده فايده التطبيق. مشكله التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافه لان التطبيق بيحتاج منك ان انت تكون مشغل انترنت على طول. بالاضافه كمان ان التطبيق بيكون النسخه بتاعته المجانيه، هو بيبقى فيه نسخة مجانية ونسخة مدفوعة. النسخة المجانية بيكون فيها مميزات قليلة جدا غير النسخة المدفوعة. كمان بيستهلك بطارية عشان ان هو بيكون مشغل او بيكون محتاج منك ان انت تكون مشغل الانترنت على طول. بس كده ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق والمميزات والعيوب بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق واكتشف فيه حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. احنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان في بعض الناس بتخش تشوف الفيديو اللي موجود على القناه بقاله فتره طويله وتحمل التطبيق، وبعد ما تحمل التطبيق تلاقي فيها التطبيق فيه حاجات مختلفه. بيكون في التطبيق ده فيه حاجات مختلفه، ويقول لك انتوا اللي مش قايلين على كل الحاجات الايجابيه او كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان انت حملت التطبيق بعد نزوله بفتره طويله، لان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات يعني بننزل لها تحديثات مستمرة. يعني ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر ينزل للتطبيق تحديث يغير من معلومه كلها. عشان كده دايما بنأكد على الناس ان لو لقيت حاجه مختلفه اكتبها في التعليقات كمساعده ومساهمه منك لاي شخص تاني حابب ان هو يشاهد الفيديو وحابب ان هو يحمل التطبيق. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت الفيديو موجود وبقاله فتره طويله وخايف ان انت تحمله عشان يكون في حاجات مختلفه، انت ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج، وانا انزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق. قول لي بس ان على التطبيق اللي انت عايزه، انزل لك كل حاجه عن التطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه. وشكرا، سلام عليكم.